السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بإذن الله هنخش في الدرس الثاني التقنيات الحديثة ودورها في جغرافيا التنمية في تانية ثانوي. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الثاني بيتكلم على التقنيات الحديثة ودورها في جغرافيا التنمية. في أول درس اتكلمنا على جغرافيا التنمية واتكلمنا على مفهومها وعلاقتها بالجغرافيا وانواعها، واتكلمنا كمان عن متطلباتها متطلبات التنميه، واتكلمنا عن مبادئ التنميه، وكان درس لذيذ. النهارده بقى هنتكلم على التقنيات الحديثه ودورها في جغرافيا التنميه. علم الجغرافيا او جغرافيا التنميه بالتحديد استفاد بشكل كبير جدا بالتقنيات الحديثه اللي حصلت في العالم، بالتكنولوجيا الحديثه. ازاي؟ فهمني يا مستر. هفهمك. بص يا حبيبي، مثلا علم زي علم الكيمياء. زمان علم الكيمياء كان علشان خاطر يقدر ان هو مثلا يكبر اي حاجه يشوفها اكتر، كان بيجيب مثلا عدسه مكبره. بعد كده العدسه دي اتطورت بقت بتوضح وتكبر اكتر، التكنولوجيا حدثتها اهو. ففاد مين؟ بتاع الكيمياء، لحد ما جاب الميكروسكوب اللي هو بيكبر اكتر واكتر، لحد الميكروسكوب المليوني اللي بيكبر الحاجه مليون مره. فده فاد علم الكيمياء، صح كده ولا لا؟ اذا التقنيات الحديثه والتكنولوجيا فادت علم الكيمياء، وبنفس الفكره فادت كل العلوم، وعلى راسهم كانت جغرافيا التنميه. والدرس ده بيقول لك ايه هي التقنيات الحديثه والتكنولوجيا اللي تم اختراعها وفادت علماء جغرافيا التنميه، وكمان بيفيدنا ازاي في العلم ده. يعني بيفيدني ازاي او انا بستفيد من التقنيات دي في الشغل بتاعي في كجغرافيا تنميه ازاي. ده الدرس بمنتهى البساطه. فنبدا. اول حاجه لازم نعرف ايه هي التقنيات الحديثه اللي تم اختراعها اصلا عشان تفيد جغرافيا التنميه. عندي حاجتين اللي عليك في المنهج. حاجه اسمها الاستشعار عن بعد، وحاجه اسمها نظم المعلومات الجغرافيه الGIS. هنفهم بقى بالراحه واحده واحده. اول حاجه، ما هو الاستشعار عن بعد؟ كلمه استشعار عن بعد يعني حصول او الحصول عن معلومات عن بعد. ازاي يا مستر؟ يعني مثلا انا لو زمان رجعنا بالزمن كده وجيت مثلا في القرن ال15 وكنت عايز اعرف معلومات عن ألاسكا في شمال امريكا الشماليه، المنطقه القريبه من القطب الشمالي دي، عايز اعرف معلومات عن الجغرافيا هناك، عايز اعرف معلومات عن الحيوان هناك وعن النباتات وعن المناخ. محتاج اعمل ايه؟ لو انا في القرن ال15 زمان هعمل ايه؟ لازم اروح وابص بنفسي واستكشف وادون ملاحظات اللي انا شفتها، ومن خلال الملاحظات دي هي دي المعلومات اللي انا عرفتها. تمام؟ ده الكلام ده زمان. الاستشعار عن بعد بقى بيوفر لي ان انا اعرف المعلومات دي دلوقتي بس من غير ما اسافر لألاسكا. يعني ان انا احصل على المعلومات من غير ما اروح، عن بعد. فبالتالي حتى استشعار عن بعد اللي هي المقصود بقى الحصول على معلومات عن ايه؟ عن بعد بس. فبالتالي يعني ايه كلمه استشعار عن بعد؟ هو القياس او الحصول على المعلومات عن سطح الايه؟ الارض، اللي هي عن بعد من غير ما اروح انا بنفسي. طب بعمل ده ازاي؟ يعني التكنولوجيا وفرت لي المعلومات دي ازاي من غير ما اروح؟ بواسطه اجهزه تصوير ومستشعرات. ايه يا مستر اجهزه تصوير ومستشعرات؟ دي اجهزه تصوير اللي هو الصوره اللي احنا عارفينها، الصور دي. بس طبعا الصور دي بتبقى موجوده من مناطق مرتفعه، يعني مش موجوده على سطح الارض. يعني مثلا من طياره مرتفعه عن سطح الارض فبتظهر المنطقه كلها، فبيتم تصوير المنطقه. فالصوره الجويه دي هي دي اللي بتتاخد وباخد منها معلومات. تاني حاجه المستشعرات، ودي اللي بتبقى موجوده في الاقمار الصناعيه اللي فوق في الفضاء، ودي بتصور طبعا منطقه كبيره اكتر يعني بتمسح منطقه اكبر، بتديني معلومات اكتر. فهي دي المعلومات او هي دي الآلية اللي انا باخد منها المعلومات بتاعتي من غير ما اروح، اللي هي ايه؟ تصوير ومستشعرات لا تلامس سطح الارض.
اللي هو تصوير جوي من خلال الطيران اللي هي الصور اللي لسه قايل لك عليها، اللي هو طياره معديه بتصور، او تصوير فضائي من خلال المستشعرات اللي موجوده في الايه؟ في الاقمار الصناعيه، فبتعمل يعني بتعمل مسح كده ضوئي للمنطقه وبتديني صوره او مرئيه فضائيه متصوره من القمر الصناعي. فالمرئيات الفضائيه والصور الجويه دي وهاخدهم دلوقتي وهتكلم عنهم، هم دول الاستشعار عن بعد. بيدوني معلومات من غير ما اروح، فده معنى كلمه استشعار عن بعد. هنا التقنيات الحديثه فادتني ولا ما فادتنيش؟ طبعا فادتني. بدل ما نضرب المشوار ده لحد الاسكا او لحد القطب الشمالي او القطب الجنوبي ايا كان بقى، المعلومات اللي انا عايز اعرفها من غير ما اروح انا بنفسي وابص بنفسي واشوف بعيني، لا ده انا دلوقتي يا باشا ممكن اخد معلومه من غير ما اروح بنفسي من خلال الصور الجويه والمرئيات الفضائيه. هو ده الاستشعار عن بعد، وهي دي التقنيات اللي فادت الجغرافيا. طب في حاجه تانية يا مصطفى فادت الجغرافيا؟ نظم المعلومات الجغرافيه، GIS. GIS اختصار لكلمه انجليزيه او جمله بتقول Geographic Information Service او Geographic Information System، نظم المعلومات الجغرافيه. طيب خلاص فهمنا الاستشعار عن بعد. ايه بقى يا اخوان نظم المعلومات الجغرافيه دي؟ انا اقول لك الاستشعار عن بعد ده بيديني معلومات، صح؟ كتير ولا قليل؟ لا كتير قوي 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 قوي، كتير جدا. طب تمام، كتير لدرجه غير عاديه، لدرجه ان انا محتاج ادير المعلومات اللي جات لي دي بطريقه معينه تخليني اقدر استفيد من المعلومات بشكل كبير. ازاي؟ ما هو انا مش هاخد المعلومات دي وارميها في اوضه، رميها في مكان، افضل رامي المعلومات كلها في مكان معين، والمعلومات تتغير وما اغيرهاش وادور على المعلومه عشان اغيرها. ما انا حاطط مكون المعلومات كلها على بعضها. لا يا معلم، الكلام ده اتلغى. بقى دلوقتي عندي نظام شغلته ان هو يدير المعلومات اللي بتجيلي دي. يديرها ازاي يا مستر؟ يديرها من خلال ان هو يقدر يخزن المعلومات بشكل افضل، مش بس تخزين، لا ده كمان ادخال. يعني المعلومه لما تجيلي من استشعار عن بعد ندخلها عندي في النظام، بعد كده اخزنها عندي. مش بس ان انا اخزنها، ده كمان اعالجها. يعني ايه اعالجها؟ يعني لو حصل تغيير في المعلومه. يعني ايه؟ يعني مثلا كان في شاطئ هنا والشاطئ ده اتشال، البحر شاله، فهنا خلاص المعلومه اتغيرت، فاقوم رايح في النظام بتاعي ايه؟ معدلها، معالج المعلومه. مش بس كده، واسترجاع المعلومه. يعني لو انا راجل بتاع جغرافيا تنميه عايز معلومه عن مكان معين، اروح للنظام اللي هو نظم المعلومات الجغرافيه يرجع لي المعلومه اللي انا عايزها ويجيبها لي تاني عشان استفيد منها. مش بس كده، ده تحليل البيانات الجغرافيه، يعني كمان بيحلل المعلومه، بيعرف كل التفاصيل عن المعلومه. تمام؟ ليه يا مستر؟ عشان يعمل قواعد بيانات كبيره جدا يقدر يفيد بيها اللي بياخد القرار. ما هو ده شغلتنا كبتوع جغرافيا تنميه، ان احنا بناخد المعلومات الهامه عن المكان بشكل كبير او عن الامر، علشان خاطر اللي بياخد القرار يستفيد من المعلومات بتاعتي وياخد افضل قرار. مش دي شغلتنا جغرافيا تنميه احنا خدناها في الدرس الاولاني؟ فبالتالي عندي نظم المعلومات الجغرافيه هو نظام اداره للمعلومات. بص يا معلم من الاخر كده، نظم المعلومات الجغرافيه ده عباره عن برنامج على الكمبيوتر او نوع من انواع البرامج بتعمله عده شركات، زي شركه ارك، لو زي مثلا برنامج ارك ماب، برنامج على الكمبيوتر زي الفوتوشوب كده، بس طبعا مختلف عنه بشكل كبير. بيعمل ايه البرنامج ده؟ بيرسم خرائط بيحط عليها كل المعلومات، وتقدر ان انت تخزن معلومات لا نهائيه، عدد كبير جدا من المعلومات، وكمان تعالج المعلومات دي ويديك المعلومه المناسبه في الوقت المناسب، ولو عايز تعدل في معلومه تعدلها وهكذا. بدل ما اخد ورقه وارسم الخرائط على ورقه، ويبقى عندي مثلا ورقه لخريطه مثلا جبال اسكندريه، وورقه ثانيه لخريطه الانهار، وورقه ثانيه لخريطه الشوارع، وورقه ثانيه لسلوك الكهرباء، وورقه ثانيه. لا يا معلم، ده هي خريطه واحده على البرنامج بتقدر ان هي تخزن كل المعلومات دي بشكل واضح جدا، وكمان لو حصل تغيير فيها على الارض اقدر اغيرها على البرنامج. انا عايزك تفهم اكتر معنى كلمه الايه؟ نظم المعلومات الجغرافيه. فبالتالي الاثنين دول بيكملوا بعض، ده بيجيب لي المعلومه وده بيخزنها علشان اقدر استفيد منها فقط. طيب كده عرفنا استشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافيه دول اللي هو يعني المقصود بيهم ان هم ايه؟ يعني دول التقنيات الحديثه اللي فادت جغرافيا التنميه. طب تعالى بقى نتكلم على يعني ايه هي الاستفاده، يعني تستفيدني ازاي على ارض الواقع في انواع الجغرافيا. هي دي النقطه، يعني الحاجتين دول او اللي هي التقنيات الحديثه دي بتفيدني ازاي على ارض الواقع في التقنيات في الجغرافيا التنميه. اقول لك اول حاجه بتفيدني في جغرافيا تنميه الموارد البيئيه، بتفيدني في دور او
في تنميه الموارد البيئيه. التقنيات اللي احنا لسه قايلينها دي بتفيدني في تنميه الموارد البيئيه ازاي؟ اول حاجه انا عندي تنميه الموارد البيئيه انواع. اول نوع مجال البحث عن موارد المياه او الموارد المائيه. فهمني ازاي يا مستر؟ الميه حاجه مهمه جدا لينا، خاصه المياه العذبه. الانسان ما يقدرش يعيش من غيرها، فبالتالي اي منطقه معينه او اي دوله او اي مدينه ايا كان بيكون عندها حاجه مهمه جدا، وهي ان هي تحصل على المياه الكافيه ليها. طب تمام، حاجه مهمه جدا طبعا. الحصول على المياه الكافيه ليها او الامن المائي ليها، الموضوع ده بيفيد جدا في التنميه او تحديدا التقنيات الحديثه. يعني علشان اجيب ميه بيفيدني فيها جدا التقنيات. تفهمني ازاي يا مستر؟ بص يا معلم، يعني الاكتر حاجه بتفيد فيها التقنيات الحديثه في موضوع الحصول على المياه ده هي المناطق اللي هي عندها نقص في موارد الانهار. يعني ما عندهاش انهار، ما عندهاش نهر في مياه عذبه، فبالتالي بتحصل من المياه بتاعتها بشكل اكبر على الايه؟ على المياه الجوفيه، باعتمادها على المياه الجوفيه. طيب ازاي يا مستر بيفيدني التقنيات في الحصول على المياه الجوفيه؟ فاكر المرئيات الفضائيه اللي لسه قايلها لك في الاستشعار عن بعد، اللي هي بتصور المكان من القمر الصناعي؟ فاكر يا مستر. مالها؟ المرئيات دي يا باشا بتقدر ان هي تلتقط مناطق موجود في الارض جواها مياه جوفيه. يعني من خلال المرئيه الفضائيه اقدر اعرف ان المنطقه دي فيها مياه جوفيه. دي جوفيه يا مستر، يعني تحت. ازاي يعني؟ فهمني. ايه علاقه ده بالصوره؟ يعني صوره او مرئيه للمكان، ازاي من خلال المرئيه اعرف ان في مياه جوفيه تحت الارض؟ تصدق بيه تعرف؟ طب ازاي؟ انا افهمك. المرئيه الفضائيه دي يا معلم بنلاقي موجود فيها في الارض اللي اتصورت في المرئيه بعض المناطق فيها شقوق وانكسارات ارضيه. يعني ايه؟ يعني بتلاقي الارض نفسها موجود فيها ايه؟ شقوق كده مشققه كده، او منكسره ارضيا، او فيها انكسار في الارض. شفت البيوت القديمه اللي بيبقى فيها تشققات كده في الحيطان؟ حاجه شبهها كده. بتقدر المرئيه الفضائيه ترصدها وتقدر تشوفها. طب ماشي، ايه علاقه ده بالمياه؟ ازاي؟ ما هي لو في ميه موجوده في بطن الارض بتاثر على سطح الارض وتخلي سطح الارض فيه شقوق وفواصل وفي تصدعات. فعلشان كده يا معلم لو انا في المرئيه الفضائيه لقيت حته او منطقه جوه الارض او على الارض نفسها فيها شقوق وفواصل، اعرف ان احتمال كبير انك لو حفرت في المكان ده هتلاقي موجود فيه مياه جوفيه. بس يبقى انا هنا المرئيه الفضائيه عرفتني ان في بعض المناطق فيها مياه جوفيه، فبالتالي حصلت على المياه بسبب الايه؟ المرئيه الفضائيه. موضوع مهم جدا يا مستر. طبعا مهم، ده اللي عايز اوصله لك، ان الموضوع مهم جدا جدا جدا. يبقى هنا التقنيات اللي عايزه بتفيدني في موارد المياه المائيه ازاي؟ او موارد المائيه ازاي؟ من خلال رصد مناطق الشقوق والانكسارات الارضيه في المرئيه الفضائيه، والتي يمكن الحصول منها على المياه الايه؟ الجوفيه. بس بمنتهى البساطه. طيب يجي هنا سؤال يقول لك ايه اكتر المناطق اللي بتستفيد في التقنيات الحديثه في موارد المياه؟ المناطق الصحراويه، صح، اللي عندها نقص في الانهار واللي بتعتمد بشكل اكبر على المياه من المياه الجوفيه، لان التقنيات الحديثه بتفيد في الحصول على المياه الجوفيه زي ما احنا قلنا. طيب وهنا يقول لك اهو اغلب دول العالم اللي هي بعض الدول العربيه منها بتعاني من ندره المياه في الانهار وفي الامطار، فبالتالي بتستخدم التكنولوجيا دي في تحديد مواقع الايه؟ المياه الجوفيه. كده اتفهمت. نخش على اللي بعده. الجزئيه الثانيه في البحث والتنقيب عن المعادن ومصادر الطاقه. يبقى انا عندي دلوقتي، خد بالك، انا عندي في مجال تنميه الموارد البيئيه عندي انواع. اول نوع موارد المياه، موارد البيئه منها ايه؟ الميه، يبقى البحث عن الموارد المائيه. تاني نوع المعادن ومصادر الطاقه، ده برضو حاجه في البيئه، في موارد البيئه. طب ازاي يا مستر التقنيات الحديثه بتفيدني في البحث والكشف عن موارد او التنقيب عن المعادن ومصادر الطاقه؟ ركز يا معلم. عارف المرئيه الفضائيه برضو اللي هي متصوره من القمر الصناعي؟ زي ما هي تقدر تعرف الارض اللي موجود تحت منها مياه جوفيه،
كمان تقدر تعرف الارض اللي موجود فيها معادن او مصادر طاقه زي البترول والغاز وغيره، بل ان هي ممكن تحدد نوع المعدن كمان اللي موجود في الارض من خلال بس المرئيه اللي هي شبه الصوره دي اللي هي متصوره من القمر الصناعي. ازاي يا مستر؟ ده كده سحر بقى. لا ولا سحر ولا حاجه، اسمع عشان تفهم. بص يا معلم، مش الشمس بترسل على الارض اشعه الشمس المعروفه رابعه ابتدائي؟ دي عارفينها يا مستر. تمام. اللي انت ممكن ما تكونش تعرفه ان اشعه الشمس دي لما بتسقط على سطح الارض كده، اهي شمس حلوه اهي، بينزل من الارض ايه؟ ايوه اشعه. مالها بقى الاشعه دي؟ تعرف ان الاشعه دي اول ما تنزل على سطح الارض بتتم الانعكاس مره اخرى الى السماء. يعني يا مستر، يعني الاشعه تقوم نازله سطح الارض وتنعكس مره اخرى الى الاعلى. ماشي، مش مشكله، يعني الشعاع بيجي على الارض وبعد كده ينعكس لفوق. طب تمام، وبعدين اهو الشعاع اللي انعكس ده بيبقى عندي هنا مرئيه فضائيه، او قصدي بيبقى عندي طبعا قمر صناعي راصد هذه الاشعه وبيصورها من خلال المرئيه الايه؟ الفضائيه. طب وبعدين يا مستر، الاشعه دي لما بتتصور من المرئيه الفضائيه بتقدر المرئيه الفضائيه تعرف الارض دي هل هي موجود فيها معادن ولا مش موجود فيها مصادر طاقة أو مش موجود. طب إزاي يا مستر؟ من خلال الألوان المنعكسة من هذه الأشعة. يعني مثلا لو الأرض دي أرض عادية ما فيهاش حاجة، بيرسل لي أو بينعكس الشعاع بشكل طبيعي، ما فيش فيه مشكلة. أما مثلا لو الأرض دي فيها نسبة مثلا حديد، معدن الحديد، بتلاقي إن الأشعة المرتدة أو منعكسة مرة أخرى للمرئية دي يتغير لونها للون معين احنا عارفينه مرتبط بمعدن الحديد. يعني لو كان كمان فيها نحاس بتلاقيها بيتغير لونها برضه، بس لون خاص بمعدن النحاس. لو فيها بترول بيتغير لونها بلون خاص بالبترول. فاحنا عارفين ان الاشعه المنعكسه دي لو ظهر لون معين مثلا لون الاحمر، نفترض ان اللون الاحمر ده مثلا بيعرفني ان المنطقه فيها حديد، فانا لو لقيت لون احمر اعرف ان الارض دي فيها حديد من خلال تغيير لون الايه؟ الاشعه المنعكسه من سطح الارض. بص التكنولوجيا، يعني انا المرئيه الفضائيه تخلينا مستر اروح اعرف ان المكان ده موجود فيه حديد وابحث والاقي مش بس حديد، كل المعادن وكل مصادر الطاقه. تكنولوجيا. طيب يبقى انا عندي هنا ايه؟ بتفيد التقنيات الحديثه الاشعاع عن بعد في خلال ايه بقى؟ استكشاف المعادن. ازاي يا مستر؟ من خلال استخدام الاشعه الكهرومغناطيسيه اللي هي بتاعت الشمس التي ترسلها الشمس ثم ترتد مره اخرى للفضاء. ايه اللي بيحصل؟ تسجلها المستشعرات المثبته بالاقمار الصناعيه والطائره. مستشعرات اللي موجوده فوق. فاللي بيحصل بقى الارتداد او الانعكاس ده بيختلف لهذه الاشعه باختلاف طبيعه المعدن الذي انعكست منه، لذلك تتنوع الالوان بالمرئيه. ازاي يا مستر الكلام ده؟ يعني المعدن اللي انعكست منه من الارض بيغير لون الايه؟ الاشعه المرتده، فبيعرفنا الارض دي فيها ايه؟ فيها معدن معين. فهنا كمان التقنيات الحديثه بتفيدني في الايه؟ في البحث عن معادن ومصادر الطاقه. طيب في حاجه ثانيه يا مستر؟ طبعا بتفيدني في مجال صيانه وحمايه البيئه. ازاي؟ ده النوع الثالث من تنميه موارد البيئه اهو، عشان بس ايه تاخد بالك معايا، عشان ممكن السؤال ما يجيلكش يقول لك مثلا ايه يفيد في ايه في البحث عن الموارد المائيه، لا يجيب لك موارد البيئه، فما تتلخبطش، لان الموارد المائيه دي جزء من موارد البيئه. يبقى انا عندي موارد البيئه انواع، اول نوع مجال البحث عن الموارد المائيه، ثاني نوع البحث عن المعادن ومصادر الطاقه اللي لسه قايلينها، ثالث نوع البحث عن صيانه ايه او مجال صيانه وحمايه الايه؟ البيئه. خدنا النوعين الاولانيين، تعال ناخد النوع الثالث بقى. يا مستر يعني ايه مجال صيانه وحمايه البيئه؟ بص يا معلم، البيئه بتتعرض لبعض الاخطار اللي احنا سمعنا عنها قبل كده. يعني في اخطار معينه بتغير في شكل البيئه، حاجات خطر، اخطار البيئيه. يعني مالها مستر؟ تعرف ان التقنيات الحديثه دي هي اللي بتعرف وبترصد ان المنطقه دي او البيئه دي بتتعرض لخطر معين.
ده ازاي ده بقى ان شاء الله؟ اقول لك. من خلال حاجه بسيطه قوي قوي، هتحس ان هي بسيطه قوي. ازاي؟ من خلال التصوير خلال فترات مختلفه والمقارنه ما بين الصورتين. ازاي؟ يعني مثلا قمت مصور شاطئ معين لسنه مثلا 2020، وقمت رايح مصور نفس الشاطئ سنه 2030، وبصيت على الصورتين وقارنتهم، صورتهم في نفس توقيت السنه، وبصيت على الصورتين وقارنتهم، ولقيت ان الصوره الاولى كان الشاطئ فيها كبير شويه اللي هي سنه 2020، اما الصوره الثانيه لقيت الشاطئ فيها ماله اصغر. اصغر يعني ايه؟ يعني مساحته قلت. معنى كده ان الميه طلعت اكتر على الايه؟ على اليابس. اوبا، ده كده المنطقه دي بيحصل لها ايه؟ حاجه اسمها تآكل الشواطئ. تعالى كده نبص على عندنا المثال اللي موجود. بص يا معلم، عندي هنا صوره بتوضح منطقه او مدينه في الولايات المتحده الامريكيه اسمها نيو جيرسي. مالها بقى نيو جيرسي دي؟ صورناها صورتين، صوره سنه 2009 اهي قدامك، وصوره سنه 2012، يعني بعد منها بكام سنه؟ ب3 سنين. ايه اللي حصل؟ بص على الشاطئ ده كده قد ايه؟ بص الميه اهي لحد هنا اهي، وده ايه؟ ايوه ده الشاطئ، رمله اهي، كل دي رمله. ماله بقى الشاطئ ده؟ هي نفس المكان في نفس التوقيت، او في نفس بعدها بفتره معينه ب3 سنين قمنا مصورين الشاطئ سنه 2012. ايه اللي حصل؟ بص الرمله لحد فين بس؟ يلا بص الحته دي بس اللي رمله، بص هنا كانت الرمله قد ايه؟ ايه اللي بيحصل؟ ده شاطئ اهو، ماله الشاطئ ده؟ بيحصل له ايه؟ تآكل اهي، يعني الميه بتاخد منه، فبالتالي بيحصل له تآكل الشواطئ. عرفت منين؟ من خلال اهو المقارنه ما بين الصورتين. ما هي الصورتين دول ايه؟ ايوه استشعار عن بعد، برافو عليك. فالاستشعار عن بعد هنا عرفني ان منطقه نيو جيرسي في الولايات المتحده الامريكيه بتتعرض لخطر طبيعي وهو خطر تآكل الشواطئ. فاتصرفوا بقى يا جماعه. هو ما رايح بتاع جغرافيا تنميه للمسؤول، خد بالك انا قارنت الصورتين من سنه 2009 ل 2012 ولقيت ان المدينه بتاعتنا بتتعرض لتآكل شواطئ، فانت لازم تتصرف علشان تحمي هذه الشواطئ. يقوم رايح بقى المسؤول يشوف ايه الحل المناسب علشان يقدر ان هو يواجه هذه الظاهره. يحط بقى بلوكات كده في الميه، عارفين البلوكات اللي موجوده في البحر دي اللي عندنا في الابراهيميه وفي سبورتنج؟ البلوكات دي بتعمل ايه؟ بتبقى موجوده على اول الشاطئ كده علشان خاطر تحمي الميه ما تطلعش اكتر على الشاطئ، فتحمي اكتر من تآكل الشواطئ، تعمل كصدادات للامواج. هي دي الفكره. فالصدادات دي بتعمل ايه؟ بتمنع الميه ان هي تاكل الشاطئ. فهنا انا نفذت بناء على ظاهره بتحصل للارض او للشاطئ، عرفتها من ايه؟ من بتاع جغرافيا التنميه اللي اعرفها من التقنيات الحديثه. شفت النقطه دي؟ فاذا مقارنه الصور، ما احنا قلنا عرفناها ازاي؟ من خلال مقارنه الصور لنفس المكان بعد منها بفتره معينه، فلقينا ان بتحصل في المنطقه بعض يعني المشكلات البيئيه او الاخطار البيئيه. صعب الكلام ده يا شباب. يبقى انا دلوقتي خدت في الدرس في الجزء الاول ايه؟ اول حاجه اخدنا ايه هي اصلا التقنيات الحديثه، الاشعار عن بعد، نظم المعلومات الجغرافيه، وحاجه اسمها تحديد مواقع العالمي اللي هو الGPS. طبعا كلنا احنا عارفين الGPS. تعرف ان الGPS ده برضه فين في التقنيات الحديثه للجغرافيا؟ تخيل. طبعا احنا عارفين الGPS. تعالى بقى اللي عليك في المنهج الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافيه، وقلناهم الفرق ما بينهم ايه وازاي بيكملوا بعض، وقلنا بتفيد في تنميه الموارد البيئيه ازاي من خلال 3 مجالات. المجال الاول البحث عن ايه؟ موارد المياه، والمجال الثاني البحث عن مصادر الطاقه والمعادن، والمجال الثالث البحث عن مجال صيانه وحمايه الايه؟ حمايه البيئه. وقلنا التفرقه ما بين الثلاثه. يا رب نكونوا استوعبنا الجزئيه دي. في الفيديو الجاي باذن الله هناخد الجزء الثاني من الدرس او الجزء الاخير من الدرس، وهو ازاي التقنيات الحديثه بتفيدني في باقي مجالات جغرافيا التنميه. استنوني في الفيديو الجاي. السلام عليكم.